أن نعود للناشط الإعلامي أبو أحمد الحوراني للحديث عن تطورات الأحداث في حوران، ومن ثم نعود لخضير خشفة. أبو أحمد، مساء الخير. مساء النور لك ولكل مستمعي الراديو. أنا أهلا بك أبو أحمد. حبذا لو تطلعنا عن أهم التطورات الميدانية وإلى أين وصلت فصائل المعارضة بعد تحريرها لتلة الحارة الاستراتيجية. نعم أخي، بعد تحرير تل الحارة استطاع أيضا الجيش الحر من تحرير مدينة الحارة بالكامل، وأيضا اليوم استطاع الجيش الحر من تحرير حاجز أم العوست، وأيضا قرية زمرين بريف درعا القريبة من مدينة الحارة تم تمشيطها بالكامل، وأيضا استطاع الجيش الحر من تحرير الحاجز الرباعي في بلدة زمرين. أيضا هذا أدى إلى انسحاب بعض من قوات النظام إلى بلدة الصنمين وإلى مواقع النظام المتواجدة في الصنمين. أيضا الجيش الحر مستمر في معاركه، اشتباكات عنيفة جرت من جهة كتيبة الجدية. أيضا هناك أكثر من 30 قتيل من قوات النظام ملقون على باب الفرقة التاسعة على الطريق العام في بلدة الصنمين لقوات النظام أثر معركة لبيك اللهم لبيك. بعد تحرير زمرين وأيضا تلة زمرين والحاجز الرباعي تحت ضربات الجيش الحر، النظام يجن جنونه ويقصف كل من انخل وسملين وزمرين بريف درعا بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون. نعم. أيضا ما تزال كتائب المعارضة تشتبك على عدة جبهات أخرى في ريف محافظة درعا، منها جبهة اليادو، جبهة عتمان. أيضا اليوم جرت اشتباكات عنيفة على السهول القريبة من بلدة اليادودة بريف درعا. نعم أبو أحمد، أشكرك جزيل الشكر، الناشط الإعلامي من حوران أبو أحمد الحوراني من شبكة حوران الحدث. أيضا شكرا لك أبو أحمد.